وقف يوم مشرك أمام صنم له، كان يعبد صنما، فضاقت به الدنيا، لم يجد بدا في الدنيا، فنظر إلى الصنم قال: يا صنم أغثني، يا صنم أغثني، يا صنم أغثني. مع الضيق والهم والغم قال: يا صمد أغثني، قال: يا صمد أغثني. قال الله عز وجل: أجيبوا دعوة عبدي. قالت الملائكة: يا الله كيف نجيبه وقد أشرك بك؟ قال: وإن أخطأ لسانه بدل أن يقول يا صنم قال: يا صمد، وهل في الوجود صمد سواي؟ أجيب دعوته، وهل في الوجود صمد سواي؟ أجيب دعوته على الكافر هذا الذي يعبد صنما، فما بالك وأنت تعبد الملك، وأنت الذي تعبد الله جل في علاه. لذلك أيها الحبيب نم مطمئنا لأن الله معك، نم مطمئنا لأن الله هو الرازق، نم مطمئنا لأن الله هو الذي بيده الحياة والممات. لا تعتمد على بشرا ولا على غنيا ولا على ملكا، ولا تؤمن في دنياك إلا الله أبدا أبدا، لا تؤمن في دنياك إلا الله عز وجل.